لو معاك مبلغ للصدقة تديه لشخص واحد ولا توزعه على 5؟ الموضوع ما فيهوش صح وغلط، بس خليني أقولك تجربتي الشخصية. لو معاك 5000 جنيه وزعتهم على 5 أشخاص كل واحد 1000، أكيد هتفرق معاهم حتى لو فرق بسيط. ممكن يشتري لحمة أو فراخ أو طقم العيد لولاده أو جزمة كان محتاجها، واحتمال يعمل عزومة لحبايبه أو يخرج عيلته خروجة حلوة، أو حتى المبلغ يسد مع آخر الشهر وما يحتاجش زيادة. لكن لو اديت المبلغ كامل لشخص واحد ممكن يعمل فرق أكبر في حياة شخص واحد، زي إنه يعمل عملية بسيطة كان محتاجها، أو يدفع باقي مصاريف جامعة ابنه أو بنته. ممكن يسد دين كامل أو جزء كبير من اللي عليه. المبلغ ده يقدر يساعد في جهاز بنته، يمكن كمان يبدأ بيه تجارة أو مشروع صغير، زي إنه يشتري بضاعة جملة ويبيعها قطاعي. أنا شخصياً بصراحة بفضل إن المبلغ يروح كله لشخص واحد، وبشوف إن لو كل واحد فينا عمل كده مع شخص واحد باللي يقدر عليه ممكن يفرق في حياة الشخص المحتاج كتير، وممكن كمان يغير حياته. لكن هرجع وأقول دي وجهات نظر، انتم شايفين ايه الأفضل، شخص واحد ولا 5؟ ويا تقنعوني يقنعكم. مستنية ردكم في الكومنتس.